لو معاك اي عملة من اصدارات ال50 جنيه اللي احنا هنقول عليها داخل الفيديو، فبجد يا حظك يا هناك، جايب لكم النهارده يا جماعه فيديو جديد وتجميع لكل اصدارات ال50 جنيه المصريه من اول الاصدار الاول حتى الاصدار السادس. وهتتفاجئ فعليا لما اقول لك ان فيهم اصدارات بتوصل فيها سعرها ل 200,000 جنيه. حتى في الاصدارات الحديثه اللي فئه ال50 جنيه في اصدارات غاليه وبيبقى سعرها كويس، بس لابد ان هو يكون فيها بعض المواصفات. كل اللي عليك في الفيديو ان انت تسمع الفيديو للاخر وتشوف ايه المواصفات المطلوبه في الفيديوهات في العملات اللي انا هنقولها والفئات اللي احنا هنقولها. ولو معاك اي فئه منها فبجد يا حظك يا هناك، جايب لكم النهارده تجميعه لجميع اسعار فئات ال50 جنيه المصريه من اول الاصدار الاول حتى الاصدار السادس. فبطلب من حضرتك لو انت اول مره بتشوفنا في القناه فتعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت بتشوفنا على اليوتيوب. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعملوا لنا لايك وشير ومتابعه. وكمان هقول لكم على 4 اماكن تبيعوا فيها العمله. ويلا بينا يا جماعه دلوقتي نخش جوه الفيديو. عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا أول عملة في القايمة وهي 50 جنيه المعبد، الشهيرة ب50 جنيه المعبد. تم إصدارها في 21 مارس 1904، ودي تعتبر الإصدار الأول لورقة ال50 جنيه وفئة ال50 جنيه. تم التوقيع عليها من 2 من المحافظين، وهو السير بالمر والسير فريدريك رولت. وقعوا الاتنين على 7 بريفكسات فقط لا غير. هذه الورقة بالأخص يا جماعة ما شفناهاش غير كانسل أو بيسمنت، يعني ما شفناهاش غير تجربة أو تذكار كان بيتم عمل منها كميات وبيتم توزيعها على البنوك كتجربة. سعر هذه الورقة عشان هي تجربة أو مكتوب عليها لاغي، كل اللي اتشافت بيبقى مكتوب عليها كلمة لاغي أو تجربة أو كانسل أو سبيسمين، يعني كلهم معمولين للتجربة مش للتداول، ما تمش تداولها. سعرها عشان هي مش متداولة فبيبدأ سعرها من أول 30,000 جنيه لو فيها كسرات وخدوش وفيها تنايات وكتابات، لحد ما بيوصل ل150,000 جنيه لو وصلت لحالة الأنصر أي بدون أي عيوب نهائية. معانا تاني عملة في القايمة وهي 50 جنيه قافلة الجمال، أو الشهيرة بقافلة الجمال لوجود قافلة من الجمال تسير على وجه العملة. تم إصدار هذه العملة من سنة 1913 وأخذت في الإصدار لسنة 1945. تم إصدارها لفترة كبيرة جدا، ودي تعتبر الإصدار الثاني لفئة ال50 جنيه، تاني إصدار لورقة ال50 جنيه في مصر. هذه العملة شهيرة جدا لأن تم التوقيع عليها من 2 من المحافظين. أول محافظ عندنا وقع اللي هو السير فريدريك رولت، وقع على الإصدار من 1913 وأخذ في التوقيع اللي وقع عليها بإجمالي 13 بريفكس. وجي من بعده السير نورمان نيكسون وقع على 5 بريفكسات. العملة ديت لو اتشافت بتوقيع فريدريك رولت فبيبقى سعرها غالي جدا، بيوصل ل 180,000 جنيه لو شفناها بحالة الأنصر. أما لو هي متداولة وتوقيع نورمان فبيبدأ سعرها من أول 5000 جنيه وبيبدأ يعلى تدريجيا لو يوصل لحالة الأنصر إلى 180,000 جنيه. معانا ثالث عملة في القايمة وهي 50 جنيه الملك فاروق. تم طباعتها في 1 نوفمبر 1949 وأخذ يتم طباعتها حتى 16 مايو 1951. تم طباعة منها 4 بريفكسات بواقع 100,000 ورقة لكل بريفكس، يعني كل اللي موجودين في السوق هم 400,000 ورقة. تم التوقيع عليها من 2 من المحافظين، وهو السير فريدريك ليسروس والسير أحمد زكي سعد. هي تعتبر أول فئة من فئة ال50 جنيه عليها علامة مائية، وهي علامة مائية أبو الهول. العملة ديت موجودة كتير جدا، هم 400,000 مش كتير، ولكن كل اللي موجودين في السوق بنلاقي على اللي هي اتساخ وعليها كسرات وعليها كتابة وعليها انتناء وانقطاع في الإطار، لذلك سعرها فبيبدأ من أول 500 جنيه وما بتوصلش لحالة الأنصر، وبيعلى تدريجيا لحد ما بيوصل ل20,000 جنيه لو وصلت لحالة الأنصر أي بدون أي عيوب نهائية من أي نوع، ودي نادرا لما معانا الإصدار الرابع من ال50 جنيه وهي 50 جنيه توت عنخ آمون. تم إصدارها في 29 أكتوبر 1952 حتى 30 أكتوبر 1952، ودي تعتبر الإصدار الرابع من الورقة. تم التوقيع عليها من محافظ بنك وهو محمد أمين فكري، هو الوحيد اللي وقع عليه. وقع على 2 بريفكس بواقع 100,000 ورقة لكل بريفكس، يعني كل اللي تم توقيعه
هم 200,000 ورقة. لذلك في القطعة دي برضو يا جماعة نادرة جدا وسعرها غالي جدا. موجود عليها علامة مائية أبو الهول. تم إصدارها ال50 جنيه ديت في يومين فقط. أول يوم تم إصدار توقيع بريفكس يوم 29 أكتوبر، وفي اليوم الثاني تم توقيع البريفكس الآخر بواقع 200,000 ورقة. سعرها يا جماعة بيبدأ من أول 500 جنيه لو فيها خدوش وفيها كتابات وفيها اتساخ وكسرات في الإطار، وبيعلى تدريجيا كلما قلت العيوب إلى أن يصل إلى 20,000 جنيه لو وصلت لحالة الأنصر، أي بدون أي عيوب نهائية من أي نوع. والأسعار اللي أنا بقولها لكم دي يا جماعة بتخضع لظروف السوق والعرض والطلب، وبتختلف ايضا حسب العرض والطلب وحسب ظروف السوق. دي بالنسبه ل 50 جنيه توت عنخ امون 1952. معانا الاصدار الخامس من ال 50 جنيه وهي 50 جنيه المسجد الحديثه، ودي الاصدار اللي يعتبر الى يومنا هذا متداول، او الورقه او شكل الورقه اللي موجوده الى يومنا هذا. تم اصدارها يا جماعه الورقه ديت في 9 فبراير 1993، واخذ يتم اصدارها حتى 18 فبراير 1999. تم التوقيع على 28 بريفكس، وواقع كل بريفكس 10 مليون ورقة. اما نيجي نضرب 28 بريفكس في 10 مليون ورقة يديني 280 مليون ورقة، ودي رقم كبير جدا جدا. تم التوقيع عليها من 2 من المحافظين، هو صلاح حامد وإسماعيل حسن محمد. العلامة المائية بتاعتها هي توت عنخ آمون. الورقة دي يا جماعة سعرها 50 جنيه لو هي عادية جدا، أما لو فيها بعض المواصفات اللي هنقول عليها اللي هي مثلا تكون أنصر، والأرقام بتاعت السيريال نمبر كلها 0005 0001 0003 0004، دي بيرعى سعرها من أول 250 جنيه لحد 300 جنيه. اما لو هي الارقام السيريال نمبر كلها وحايد او كلها اتنينات او كلها تلاتات او كلها اربعات زي ما انتم شايفين، فدي سعرها بيعلى وبيوصل من اول 500 جنيه وممكن يوصل حتى ال 1500 و2000 جنيه لو وصلت لحالة الانصر، بس يكون السيريال نمبر بتاعها موحد كله. معانا سادس اصدار من ال 50 جنيه وهو الاصدار الاخير من ال 50 جنيه، الورقة الحديثة اللي موجودة الى يومنا هذا. تم اصدار تلك الورقة سنة 2001 ميلادية حتى الآن، بالضبط في 6 نوفمبر 2001، وأخذ يتم إصدارها إلى يومنا هذا. تم إصدارها حوالي أكتر من 200 بريفكس، تم التوقيع عليهم من 5 من المحافظين، وهو محمود أبو العيون وفاروق العقدة وهشام رامز وطارق حسين عامر، بالإضافة لحسن عبد الله وهو محافظ البنك الحالي الموجود حاليا. وهذه الورقة بيتم إصدارها إلى يومنا هذا، يعني وأخذ في الإصدار دي سعرها 50 جنيه. أما لو هي فيها بعض المواصفات والشروط اللي احنا قلنا عليها، إن يكون مثلا السيريال نمبر بتاعها كله أصفار 1 أو أصفار 2 أو أصفار 3 إلى أصفار 10، أو بالنسبة لي كل السيريال نمبر بيبقى وحايد، لو من 0 إلى 1 أصفار 1 أصفار 2 أصفار 3 فبيبدأ سعرها من أول 150 جنيه وبيوصل ل 200 جنيه. أما لو هي كلها وحايد أو اتنينات السيريال نمبر أو تلاتات إلى 9 فبيبدأ سعرها لحد 1250 جنيه و1750 جنيه. أنا كده خلصت. نخش دلوقتي على السؤال المتداول من كل الناس: أبيع العملات اللي معايا دي فين؟ أماكن بيع العملات النادرة والشحيحة بالتفصيل. تقدر تبيعها من خلال 4 أماكن قلنا عليهم مرارا وتكرارا في الفيديوهات السابقة. أول مكان من خلال الأسواق الحرة اللي موجودة في كل من مصر والأسكندرية في القاهرة واسكندرية. القاهرة موجودة عندنا في وسط البلد في شارع عماد الدين الألفي. سوق بينعقد جنب سينما ديانة يسمى سوق ديانة كل يوم سبت من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء. أيضا في سوق بينعقد في الأسكندرية كل يوم 4 في منطقة ميامي بجوار كافيه صيام، بينعقد من الساعة أيضا 8 صباحا حتى 5 مساء كل يوم 4. دي بالنسبة للأسواق الحرة. تقدر تبيعها أيضا من خلال المتاجر الإلكترونية اللي موجودة على الإنترنت على جوجل زي جوميا وعلي إكسبريس وأمازون وإي باي والعديد من المتاجر الإلكترونية. تقدر تبيعها في 3 مكان من خلال الجروبات اللي موجودة على الفيسبوك، وهناك العديد من الجروبات اللي بنعقد عليها مزادات على الفيسبوك، وسايب لكم روابط الجروبات في الرابط اسفل على اليوتيوب. فبطلب من حضراتكم ان انتوا تعملوا لنا اشتراك على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وجديد، وهسيب لكم جميع روابط الجروبات لعرض المزادات اللي هي موجوده على الفيسبوك في الرابط هناك على اليوتيوب اسفل الفيديو.
تقدر تبيعها في رابع مكان واخر مكان من خلال موقع اوليكس اللي موجود على الانترنت. دي موقع مخصص لبيع العملات الشحيحه. جماعه كل ما يتعلق الفيديو بس رجاء بطلب من حضراتكم بس ان انتوا تعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك عندنا في القناه وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس لو انتوا بتشوفونا على اليوتيوب. اما لو انتوا بتشوفونا على الفيسبوك فرجاء تعملوا لنا لايك وشير ومتابعه عشان فيديوهاتنا توصل لجميع الناس. لربما يكون حد معاه عمله وهو ما يعرفش سعرها، يقدر من خلال قناتنا ان هو يعرف جميع اسعار العملات النادره والصحيحه واسعارها واماكن بيعها كمان. انا كده خلصت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.